قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. عاملين ايه؟ عارفة ان انت مش قادر تذاكر، وعارفة ان انت مخنوق ومش قادر تستوعب المعلومات، ولا حتى قادر تفتح تبص في الكتاب. بص، الفيديو ده هيكون طويل شوية بالنسبة للفيديوهات الباقية اللي انا بعملها، بس عشان هحللك اغلب المشاكل اللي بتواجهك الفترة دي، وكمان عشان تحاول تخلص اللي عليك قبل رمضان. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. تمام. اول حاجة هنتكلم فيها وهو فقدان الشغف او التناحة أو تبلد المشاعر اللي جالك الفترة دي. أنا عارفة كويس قوي إن أنت مش قادر تفتح كتاب، وممكن لما تفتح كتاب تصدع أو تهرب بالنوم كتير وبتشرب قهوة كتير وما بتجيبش نتيجة. أنا عارفة كل الكلام ده. طيب مطلوب منك تعمل إيه عشان كل ده يتظبط؟ بص، أنا دلوقتي هكلمك كأختك، تمام، أو كأختك. أول حاجة لازم تحلي العقد أو نفسيتك المتلخبطة دي، عشان دي بتأثر على إنتاجك الدراسي. طبعا اللي متابعني من زمان عارف ان انا في كلية اداب علم نفس كلينيكي، فانا عارفة انا بقول ايه كويس. تمام. فالكلاكيع اللي جواك او الضغوط اللي انت فيها او نفسيتك اللي مش متظبطة بتأثر على انتاجك الدراسي. طيب اعمل ايه؟ جيب كشكول او ورقة او اي حاجة، اكتب فيها كل اللي انت حاسه، مشاعرك المتلخبطة، ان انت خايف ما تجيبش مجموع، النظام اللي بيتغير كل ثانية. اكتب كل حاجة عاملة لك خوف جواك. مش هقولك واجهها، بس لازم تطلعها من جواك. ده رقم واحد. رقم اتنين، هتقوم تصلي ركعتين كده، تحاول تتكلم فيهم مع ربنا. لو انت ما عندكش يعني هقولك، ما عندكش حد تتكلم معاه ويحسسك ان انت زي الفل وان انت هتذاكر وهتكسر الدنيا، فانا بالنسبه لي احسن حل او احسن حاجه انا بعملها انك تقعد تتكلم مع ربنا. تمام. تتكلم بقى كانك بتتكلم مع، يعني مش عارفه اقولك ايه، بس مع اقرب حد ليك. اتكلم براحتك خالص. تمام. بلاش بقى تتكلم اللي هو بصيغه دعاء ومش، لا، اتكلم وعيط كانك، يعني انت مش بتظهر ضعفك قدام حد غير ربنا، فاتكلم براحتك. تمام. بعد كده اقرأ اللي انت عايزه من القرآن. بعد كده اكتب كل المتراكم عليك او كل اللي انت هتبدأه او اللي انت ناسيه او. تمام. وفي الاخر نام، انا اللي بقولك نام او انزل اخرج. تمام. بعد كده لما ترجع هتبدأ بقى الشغل. ماشي. هنبدأ بقى لو انت مثلا رجعت مثلا العصر، هنبدأ بقى الشغل. مطلوب منك تذاكر مثلا كل يوم مادتين، كل مادة محاضرتين، يعني 4 محاضرات في اليوم. محاضرتين قديم ومحاضرتين جديد. يعني مثلا هتذاكر النهاردة عربي فيزياء، يبقى تذاكر 4 محاضرات، 2 عربي و2 فيزياء، اللي هو واحدة عربي جديد وواحدة عربي قديم، وواحدة فيزياء قديم وواحدة فيزياء جديد. بس انا بالنسبة لي محمد صلاح المعسكر اللي هو عامله بتاع ال11 يوم ده لامم المنهج كله لو انت ما تعرفش حاجة. تمام. انا بتكلم بقى على باقي المدرسين. تمام. معاك كل المعسكرات اللي فاتت وهتقدر تلم منها زي الفل. المهم ان انت تكون مدرك ان المذاكرة مش جهد قد ما هي ذكاء. والله الناس اللي هي بتاخدها قوي على اعصابها و14 ساعة مذاكرة ممكن ما يحصلوش في الاخر. انا مش بحبطكم، ولكن هما فعلا ممكن وانا ده شفته قدامي. تمام. شفت ولد كنت بتابع معاه في دفعة 24، حرفيا كان بيشتغل بذكاء جدا. بدأ في شهر 5 وليالي الامتحان قسما بالله وانا شاهد على كل كلمة هو كان بيعملها. هو ما شاء الله عليه جاب 85%. تمام. بنوتة تانية صاحبتي بدأت في شهر 3، والحمد لله هي في تالتة طب، في تانية طب بشري دلوقتي. تمام. فده اللي انا عايزه افهمه لك، المذاكره ذكاء مش جهد. عندك كذا نظام ومليون نظام، سواء على قناتي سواء على قناة غيري. عندك مليون حل. بس بلاش تفضل فاتح اليوتيوب ساعات عشان تدور على حاجة تحس ان انت مرتاح لها، او تشوفي لي فيديوهات تحفيزية وتخشي تنامي. ما انا عارفة الكلام ده. هتقولي بشوف فلوج ومش عارفة ايه وبدخل انام. مفيش الكلام ده. بصوا، باختصار شديد جدا، لو انت طالب ثانوية عامة دلوقتي ولسه قعدتك على الموبايل بتتخطى ال3 ساعات، الحق نفسك. والله الحق نفسك، انت بتضيع. تمام. ما ينفعش يبقى عندك سوشيال دلوقتي، ولو عندك سوشيال فلازما تحد من انك تستخدمها. يعني ما ينفعش اصلا تستخدم التليفون اكتر من 3 ساعات في اليوم. عارفين انت الفترة دي لغاية يوم الامتحانات انت وقتك من ذهب. تمام. وقتك كل دقيقة بتضيعها محسوبة عليك. تمام. حتة النظام الجديد ومش عارفة القرار الجديد لهبل اللي نزل ده، مش عارفة هو حقيقي ولا لأ.
والكلام ده كله. انا عايزه اقول لك على حاجه، 30 بقى في المية تفكير مش عارفه اسئله مستويات عليا، مش عارفه 30% ايه وايه، اللي ليك فيه نصيب هتشوفه. عليك حاجه غير السعي؟ عليك حاجه غير المذاكره؟ انت لو صحت دلوقتي ونزلت فيديوهات على التيك توك وقعدت تعيط وتصوت ومنهم لله اللي بيقولوا على ثانويه عامه سهله ومش عارفه ايه، انتوا لما تطلعوا منها تعرفوا ان هي كانت سهله والله. يعني انا مش عارفه انتوا ليه مكتسحين التيك توك بفيديوهاتكم الغريبه دي. انتوا لما تطلعوا من ثانويه عامه هتعرفوا ان هي سهله بالنسبه للجامعه. طب بشري يعني ربنا معاهم ما بيخلصوش امتحانات. صاحبتي في كليه علوم اللي هي المفروض اسهل من طب بشري، والله العظيم من اول الترم بتمتحن اللي هو ايه. فانا اللي بقول لك اهو، مالكش دعوه باي اخبار. عشان كده بقول لك اعتزل السوشيال. بلاش تصاحب اللي هم الناس اللي هم مصاصين الطاقه دول، عارفهم؟ اللي هم يا عم انا مش بذاكر، ده انا هاجل السنه، ده انا فاشل. واللي تقولك اجلي السنه يا بنتي، انتي فاكره نفسك هتلحقي تلمي كل اللي فات ده في شهر ولا في شهرين؟ والله العظيم تلحقي عادي جدا. وانا الناس اللي معايا في المتابعه بخليهم يلموها في شهر واقل كمان. تمام. انا عارفه اني طولت عليكم، بس كل المطلوب منك هو السعي. عارفه ان الامتحانات على الابواب وعارفه ان انت متوتر، بس لازم تسيطر على توترك ده وتبدا تذاكر فعلا وتعمل اللي عليك. سيبك بقى من الكوبليه بتاعك فقدان الشغف وانا مش عارفه ابدا ازاي وانا هلحق ولا لا، انا هقسم، انا محبط، انا. سيبك من كل ده ابدا من الوقت اللي انت شفت فيه الفيديو ده. دلوقتي شفت الفيديو الساعه 2 الفجر، انا بقول لك ابدا ما تنامش. تمام. المهم عندي انك تبدا من الوقت اللي انت شفت فيه الفيديو. ماشي؟ بلاش حته خلاص بقى انا هنام وابدا من بكره الفجر. ما بتعرفش تصحى الفجر وتنام بدري ومش عارفه ايه. يا عم اسهر، يا عم طبق يومين عشان تعرف تنام. المهم انك تلحق نفسك دلوقتي. والله العظيم لسه في وقت كبير جدا من دلوقتي لغايه اخر السنه. فلو استغليتوا الوقت ده صح انتوا هتوصلوا لحاجات كويسه جدا. عارفه ان انا طولت عليكم. اللي محتاج مساعده انا بنزل نصايح وبنزل معسكرات مذاكره وملخصات على قناه التليجرام وجروب الواتس، وبنزل كمان استوريهات على الانستا لو في نصايح عايزه اقولها للكل. كل اللينكات دي هتلاقيها تحت. ولو حابب برضو تشترك في المتابعه الشخصيه ممكن تبعتلي. واسفه عشان طولت عليكم. ولو وصلت لغايه هنا ما تنساش تصلي على النبي وقولي مشكلتك تحت في الكومنتات.